كتبدا القصه مع هاد خونا اللي سميتو إيريك. هو واقف كيتسنى في صاحبو ديلون قدام المحل. واحد شويه غيجيو لعندو شي وحدين وبغاو يكريسيوه، وديلون فاش كان كيتقدى غادي يسمع صاحبو كيغوت، خرج لعندو كيجري. ملي وصل غادي يهجم على دوك خوتنا، وهنا كيبان باللي غترون ما كاين غير كسل بنادم. ولكن من سوء الحظ واحد من دوك خوتنا غادي يتيري في صاحبو كيري وغادي يصفيها ليه. وهنا ديلون ملي شاف صاحبو في داك الحاله بغى يحماق، حيت شافو كيموت قدام عينيه وما قادر يدير ليه والو. وفي هاد الوقيته البوليس غادي يجيو، وكان كيسحب ليهم راه ديلون هو اللي صفاها ليه، حيت شافوه كان شادو. المهم لقاو القبط وداو الحبس، وغنعرفوه باللي تحكم عليه لمده 10 سنين. هو في الزنزانه غيبداو السجناء يتنمروا عليه لدرجه جا واحد وضربوه بالموس. وبعد 10 سنين ديلون غيكون كمل العقوبه ديالو في الحبس، وجابوه لعند هاد الضابط جاك باش يكمل معاه شي اجراءات. هنا قال لي جاك باللي انت دابا صافي غتخرج من الحبس، ولكن الحاجه الوحيده اللي نطلبها منك هي تبعد على الصداع والمشاكل، ولا احتاجيتي اي حاجه غير رجع لعندي لهنا وانا غادي نعاونك فيها، حيت دوزت العقوبه ديالك في الحبس بلا ما دير مشاكل. ومورا هادشي غادي نشوفوه خرج من الحبس. وواخا هكا كان حزين حيت خسر كاع داكشي اللي كيملك. وغنشوفوه جا لعند هاد السيد باش يكري من عنده البيت ويستقر فيه. قال لي مول الدار دابا انا غنكري لك ب$100، ولكن الا جبت الخبار كتدخل الدريات راه غتمشي في حالك. هو يمشي وخلاه. وملي ديلون كان كيقعد في البيت كيسمع شي حد كيدق عليه في الباب ديالو، وفاش حل غيتفاجئ ملي شاف صاحبو جيك جا لعندو. وهنا غنعرفوا باللي جيك وديلون كانوا صحاب وكثر من خوت قبل ما يدخل ديلون للحبس. وبدا جيك كيعتذر منه حيت ما كانش كيزورو في الحبس، وهو يرد عليه ديلون صافي ماشي مشكل، اللي فات مات، المهم دابا راه بغيتك تعاونني نلقى شي خدمه نهز بها راسي. هو يرد عليه كاين واحد عمي عنده سوبر ماركت، غدا ان شاء الله غنمشيو لعندو تما غتعرفوا على راسك باش تخدم معاه. وفي نفس الليله جيك غادي يديه لواحد القنت كينظموا فيه القتالات الغير الشرعيه، وبعدها غيدخلوا ليه وغيبقاو يتفرجوا. وغنعرفوا باللي هاد البلاصه كيشاركوا فيها اخطر واقوى المقاتلين اللي كيجيو من جميع انحاء العالم. وجيك قال ديرون باللي واحد خاين سميتو ايس هو اللي كيتكلف بجميع الفلوس ديال الرهانات، والا مشى شي حد حتى خسر ما بغاش يعطيه الفلوس فراه ما كيرحموش وكيصفيها ليه تمتم. هو يسول ديلون اش بان لك حتى انت تشارك في هاد القتالات وتربح الفلوس. هو رد عليه ديلون مستحيل انني ندخل في هاد القتالات حيت هي خطيره بزاف وممكن الواحد يتاذى ولا الله يسر يقدر كاع يموت. وبقى جيك كيحاول يقنع فيه باش يشارك ولكن بلا فايده. هو يخليه ديلون ومشى بحالو. وفاش كان كيتمشى غير بوحدو غادي يهجم عليه واحد الضابط سميتو دان بلا حتى شي سبب، وقال ليه راه انا اللي بغيت نخرجك من الحبس، وإلا ما نفذتيش داكشي اللي غنقول لك راه غادي ترجع ليه. وغنعرفوه بلي هو ضابط فاسد وكاع ما كيعرف الرحمه، وفي نفس الوقت غيكون هو المنافس ديال ايس في الحلبات. وفي ثاني يوم ديلون غادي يركب مع صاحبو جيك باش يديه للسوبر ماركت عند عمو. وفاش دخل ديلون المحل بقى غير كيدور وما فهم والو. وفي ديك الساعه غيقول لهم مول المحل انا راه وافقت نخدمك، ولكن اهم حاجه عندي هي الخدمه والمعقول وما تجبد مشاكل مع الكليان. بعدها وراه كيفاش يخشي الصناديق ديال السلعه ويستفهم في بلايصهم. بدا ديلون كيخدم وكيسمع الهضره حيت كان محتاج للفلوس. من موراها غادي يتعرف على واحد البنت زوينه وسميتها ايفا، وغتكون هي اخت صاحبو جيك، وجات لهنا على ود عمها باش تشوفو وتطمن عليه. وفي ثاني يوم غنشوفو جيك مشى عند اختو ايفا باش تدور معاه، ولكن هي ما غيكونش عاجبها الحال حيت هو بارد الكشاف وديما كياخذ منها الفلوس. والمشكله هي كيمشي وكيتراهن بهم في القتالات الغير الشرعيه اللي منظمها ايس. قال ليها جيك راه ايس كيتسالني $200,000 وما عارفش منين نجيبها ليه، وهي تلوح ليه $100,000 وقالت ليه هادشي اللي كنكسب. وفجاه غادي يبانو شي رجال وخطفوا جيك وداوه، وغنعرفوا باللي دوك الرجال تابعين ايس. وفي ديك الوقيته ايفا مشات تلحق على خوها حيت خطفوه، فغنشوفوها مشات لعند عمها السوبر ماركت باش يعاونها ولكن ما لقاتوش. تما غيجي ديلون وقال لها مالك ياك لاباس، وهي تبدا تعاود ليه كلشي. قالت ليه المجرمين ديال ايس خطفوا خويا وهربوا بيه بلا ما يشوفهم حد. هو يرد عليها ديلون صافي ما تخافيش على خوك، انا غادي ندير اللي في جهدي باش نعجقو. وغنشوفو جا عند ايس فين تيكون، هو يدوي مع ايس وقال ليه صاحبك راه كنتسالو $20,000 وبغاش يردهم، ولكن انت راه في يدك الساروت اللي بغيتي تعتق صاحبك. هو يسول ديلون شنو خاصني ندير، رد عليه ساهله، غادي تشارك في 3 ديال القتالات في الحلبه ديالي وغادي خاصك تربحهم 3 حيت غادي نكون مراهن عليك، والا ربحتي راه غادي تكون خلصتي الدين اللي على صاحبك. شاف ديلون حتى عيا وما لقى حتى شي حل،
من غير يوافق قال لي انا غنوافق ولكن بواحد الشرط، خاصك تعطيني صاحبي نديه معايا. هو امر ايس رجالو باش يفكوه. ملي ديلون وصاحبو جيك وصلوا للدار غتجي ايفا وبقات كتعالجو من جميع الاصابات، وبقى جيك كيشكر في ديلون على ود هاد الرجوله اللي دار معاه، وقال لي غنبقى ديما مادين لك بحياتي. وبعد فتره اللي قصيره ديلون مشى هو وجيك لحلبة النزال، حيت اليوم في غتكون اول كومبا ليه. وفعلا الجوله الاولى القتال غتبدا، وفي البدايه المقاتل الخصم كان داخل سخون وبدا كيخشي لديلون الكروشيات بالجهد، حيت ديلون ما كانش عنده خبره كافيه في هاد القتالات، كان صعيب عليه يضارب. المهم شدو داك خونو وتشكاه في الارض وبدا كيدخل ليه، وكان على شويه غيصفيها ليه كون ما انتهت الجوله الاولى. وملي جا وقت الاستراحه غيجيب ليه صاحبو سطل ديال الماء باش يشرب، تمالو على قله القراعي كيسحبوا شي بقره هذا واقيلا. هذاك السطر راه كتشرب انت وداك الجمهور اللي كيتفرج. بدا كيعطيه النصائح وكيوريه شي تقنيات باش يستعملهم، ومن موراها غادي تبدا الجوله الثانيه. وكيف العاده الخصم كان باقي فيه الجاد ودخل معول باش يغلب ديلون، ولكن هاد المره ديلون غيكون استرجع القوه ديالو وشدوه بدا عليه هادي تنفع هادي تضر، طيحوا في الارض وبقى كيعذب فيه. وهكا غادي يكون ديلون ربح اول كومبا ليه. داه جيك لعند طبيب باش يداوي ليه الجروح، وتما غادي يبان واحد خونا سميتو جي، وهاد جي غيكون واحد من افضل وامهر المدربين ديال الفنون القتاليه. دوا مع ديلون وقال ليه باش يدوز لعندو غدا حيت محتاجو في شي حاجه، وفي نفس الوقيته غادي يجي لعندهم ايس. دوا مع ديلون قال ليه برافو عليك، غنبغيك ديما تبقى ليا بنفس النيفو حتى تربح جوج المباريات اللي بقاو، وبعدها الا بغيتي تمشي بحالك سير الله يعاونك. وثاني يوم ديلون وصاحبو جيك مشاو لمركز التدريب عند جي حيت كان باغي في شي حاجه ضروريه. وفاش خرج هو وياه قال ليه راه انت عاجبني المستوى ديالك في القتال، وقال لي شنو الراي ديالك نبقى ندربك باش تولي بحال السبع وما يقد عليك حد، وغتقدر بكل سهوله تربح دوك جوج مقابلات اللي كيتسناو. ولكن هادشي اللي غندير معاك ماشي فابور، فراه غادي ناخذ منك 10% من الارباح. ديلون بلا تفكير غادي يوافق. وفي ثاني يوم ديلون فاش غيكون خدام في السوبر ماركي غيتفاجئ ملي شاف الضابط جاك جا لعندو باش يتقدى، وتما غادي يقول ليه راه انا باقي عند كلمته، الا مشى حتى قرب لك شي واحد ولا وقعت لك شي حاجه غير عيط ليا. هو يشكرو ديلون بزاف. وبعد فتره اللي قصيره ديلون بدا كيدربو جي على الفنون القتاليه، وكان باين في التدريبات بلي المستوى ديالو بدا يتحسن بشكل اللي ملحوظ، وحتى اي قتال كينظموا ليه جي كيربحوا ديلون بكل سهوله. وفاش غيجي الليل غنشوفوا ديلون كيتمشى مع ايفا، ومن الكلام اللي بداو تيقولوا غنعرفوهم بلي كيبغيو بعضياتهم. وفي هاد الوقيته غيبان عاوتاني داك الضابط الفاسد هو والحارس ديالو. شدوا ديلون وايفا وتكاوهم على الطوموبيل ودوا مع الضابط وقال ليه نظمت لك واحد القتال خاصك لابد تربحه. ولكن ديلون غادي يرفض حيت بقات ليه غير جوج مقابلات ويتهنى. هادشي كامل هو يرد عليه الضابط اذا صافي تحمل المسؤوليه داكشي اللي غندير فيك. والغد ليه غيجي وبدا يكمل في التدريبات، وهاد المره قال ليه جي انت راك ما بقيتيش محتاج انك تدرب حيت صافي وصلت لواحد النيفو ديال المحترفين، وغير وجد راسك حيت ايس راه موجد لك كومبا ثانيه. وفعلا من بعد واحد الفتره اللي قصيره غادي تنظم قتال، وغنعرفوا باللي ديلون غيقابل واحد سميتو فيري. وهاد فيري هو واحد من اقوى المقاتلين في المدينه. وفي البدايه فيري كان كيستغل الخبره ديالو ويهاجم على ديلون بكاع القوه اللي عنده، ولكن سرعان ما كيتقلب عليه ديلون وكيلصق ليه ما تيسر من الكروشيات، وكيستعمل معاه جميع دوك التقنيات اللي علمهم ليه جي. وفي الاخير غادي يسخسو مزيان وربح الكومبا، وهكا غادي يبقى عنده غير قتال واحد وغيولي حر هو وصاحبو جيك. بعدها غنشوفوا هاد اللوين جا عنده المدرب جي وبقى كيهدد فيه، قال ليه بغيت ديلون يخسر في الكومبا الجايه باي ثمن حيت هو غيكون مراهن نص مليون دولار على الخصم ديالو. وقال ليه الا ما خسرش غادي نصفيها لكم بجوج. المدرب خاف على راسه وقال ليه صافي غادي نحط ليه شي مخدر في المشروب باش يخسر. وبعدها فتره اللي قصيره عاوتاني غادي تكون تنظم كومبا الاخيره، وهاد المره ديلون هو اللي كان متفوق في البدايه، ولكن في الوسط القتال غادي يبدا يفقد التركيز ديالو حيت غيكون حاط ليه المدرب المخدر في القرعه ديال الماء. فغادي يستغل الخصم حالته وبدا يخشي ليه، ولكن من حسن الحظ غادي يتسالى الجوله الاولى. وفاش غيبداو عاوتاني غيكون مازال الخصم جاد عليه، ولكن دولين غادي يستجمع كاع القوه ديالو اللي عنده وغادي يهجم عليه وبقى كيجفف به الحلبه حتى قدر يربحوه. هكا غادي يكون سال الاتفاق اللي دار مع ايس. اما الضابط وهاد اللوين غيكونوا مصدومين حيت مشات لهم نص ديال المليون دولار اللي كانوا تراهنوا بها. وفي هاد الوقيته ديلون خرج هو وصاحبو جيك وكانوا فرحانين حيت ولاو احرار، ولكن غادي يهجم عليهم الضابط والرجال وبقاو يضربوهم. ودوا مع ديلون وقال ليه بسببك خسرت بزاف ديال الفلوس، وإلا ما بغيتيش نصفيها ليكم خاصك تخسر في واحد الكومبا اللي غادي ننظمها لك حيت غنكون انا مراهن على المنافس ديالك. وفي ثاني يوم ديلون مشى لعند ضابط جاك وعاود ليه كل شيء، وقال ليه باللي كاين واحد ضابط حمق بغى يصفيها ليا انا وصاحبي حيت بغاني نشارك في واحد القتال غير شرعي. وارد عليه جاك برافو عليك ملي علمتيني
حيت هذه مده وانا شاك فيه بلي كينظم قتالات غير قانونيه. هكاك علاش خاصك لابد تربح داك القتال، حيت الا ربحتيه غادي يجي هو باش يصفيها ليك، وحنا غادي نكونوا تما وغنشدوه متلبس. وبعد فتره غادي تبدا الكومبا، وهاد المره الخصم كان قوي بزاف، هجم على ديلون وبدا يخشي ليه، ولكن خونا ديلون دغيا غادي يتقلب عليه وبدا كيمرمد فيه حتى قدر انه يربحوه. فاش كان ديلون خارج غادي يوقف عليه الضابط، ويلا بغى يجبد عليه السلاح وغادي يحضروا البوليس وهو غادي يهزوه. وفي ثاني يوم غنشوفوا ديلون مشى عند حبيبته ايفا، وقرروا انهم يسافروا لمدينه اخرى ويكملوا فيها حياتهم بعيدا عن المشاكل. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الا عجبتكم متنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. نتلاقاو الخوت في الفيديو الجاي. بيس.